السلام عليكم متابعي قناة اتش فيلم الكرام. كل شخص يريد شيئا ما، مهمتك أن تكتشف ذلك الشيء. بطلة فيلمنا النهاردة بنت جمالها ساحر، وبتشتغل خادمة عند الملكة، لكن ده ما بيمنعش الأمير إنه يحبها، وفي رحلة حبهم بيكشفوا أسرار كتيرة في الصراع عن الحكم. وبيبدأ فيلمنا النهارده مع بنت جميلة جدا اسمها أوفيليا، وهي ميتة في بحيرة، وعلشان نكتشف سبب موتها بنرجع بالزمن لما بتكون طفلة، وبتبقى راكبة على عربية مع أبوها وأخوها وراجعين المملكة، وبيطلعوا الأوضة بتاعتهم وبتبص أوفيليا من الشباك على الخادمات بتوع الملكة، وبعدين بتجري ورا أخوها وهو رايح الدرس، وبيسيبها وبيدخل، وبنشوف أوفيليا وهي بتجري مع أصحابها وبتدخل لقاعة الملك، وهي بتتسحب علشان محدش يشوفها، وبتشوف أخو الملك ميليدوس اللي بيبقى بيهين الأمير هاملت علشان أمه الملكة مدلعاه وهتخليه يبعد عن الصراعات وهتوديه للجامعة علشان يتعلم. وبنلاقي أوفيليا نزلت تحت الترابيزة علشان تسمع كل اللي بيقولوه، ومع كتر مضايقات ميليدوس لهاملت بيتعصب وعاوز يقوم يضربه، لكن أمه بتمسكه وبتدافع عنه أوفيليا، وبتقول لميليدوس إنه لازم يملى عقله بالمعرفة. ولما بتشوف الملكة جمالها بتقوم بنفسها وبتروح لحد عندها تمسح لها وشها من التراب اللي عليه، وبتقول لها إنها أعجبت بجمالها وهتخليها من ضمن الخادمات بتوعها. وبيبص هاملت لأوفيليا بصة إعجاب وبيبتسموا لبعض، وبعدها بياخدوها الخادمات وبينظفوها زي ما قالت الملكة. وبتعدي السنين وبتكبر أوفيليا، وبنلاقيها بترقص مع الخادمات، وبتبقى من ضمنهم واحدة متنمرة اسمها سيلين اللي بتكره أوفيليا. وبعد ما بتخلص أوفيليا بنلاقيها رايحة المكان المفضل بتاعها، وبتقلع الفستان وبتنزل البحيرة بباقي هدومها. ولما بترجع القصر بتروح تجيب مية للملكة علشان تاخد شاور، وبتقف على الباب لما بتسمع سيلين بتقول عليها ريحتها وحشة وفقيرة، وبتتضايق أوفيليا وبتدخل الأوضة وبتحط المية اللي معاها، وبتبقى ناوية على الشر لسيلين، لكن ما بتعمل لهاش حاجة لما بتدخل الملكة. وبتعجب الملكة بريحة الورد اللي في هدوم أوفيليا، وبتطلب منها إنها تحط الورد اللي معاها في المية. وفي الليل كل البنات بيخرجوا علشان الملكة تنام، وبتبقى أوفيليا الوحيدة اللي بتعرف تقرأ لأن أخوها علمها، وبتطلب منها الملكة تقعد معاها وتقرأ لها حكاية قبل النوم. ولما الخادمات بيخرجوا بتقول الملكة لأوفيليا إنها ملاحظة تنمر أصحابها عليها وهيفضلوا يكرهوها لأنها من عيلة فقيرة. وبتحكي لها الملكة إنها قبل ما تتجوز الملك كان ليها أخت وكل الخادمات كانوا بيغيروا منهم، لكن أختها كانت بتحميها وبتطلع على السرير وبتخلي أوفيليا تقرأ لها حكاية قبل النوم. وبعد ما بتقرأ أوفيليا بتلاقيها قصة رومانسية وفي معناها إن الملكة بتحب واحد تاني غير الملك، وبتفهم باقي القصة لما تاني يوم بتنزل الحفلة وبتلاقي ميليدوس بيطلب من الملك إنه يرقص مع الملكة، وبيبان عليها إنها مبسوطة. وبنيجي لليوم اللي بيرجع فيه هاملت للمملكة وبيعملوا له استقبال كبير وهو داخل مع صاحبه هيرشي، وبتبقى أوفيليا واقفة بعيد وبتشوفه وهو داخل، لكنها ما بتهتمش وبتروح للبحيرة. لكن لسوء حظها بنلاقي هاملت وصاحبه هيرشي رايحين يصطادوا، وبيشوفها هيرشي وبيبقى عاوز يمشي، لكن هاملت بيفضل واقف لأنه أعجب بيها ومستني تخرج من المية، بس بيتزحلق هو وهيرشي وبيقعوا في المية. وبتستغل أوفيليا الفرصة وبتطلع جري ترجع القصر، وبنلاقيها واقفة وسط الخدم مع الملكة وبتوريهم لوحة لمحاربة. وفي الوقت ده بيرجع هاملت، ولما بتشوفه الملكة بتاخده من ايده وبتحكي له أوفيليا عن حكاية الأميرة اللي في اللوحة، لكن الملكة بتتعب فجأة وبتسيبهم وبتجري على أوضتها علشان تاخد علاجها. والغريب إنها بتسبقهم وبتستخبى من الخادمات لحد ما يعدوا، وبيشوفها ميليدوس واقفة لوحدها وبيقرب عليها، وبتشوفهم أوفيليا من الشباك وبتتأكد من خيانة الملكة. وبعدها بتروح أوفيليا تقعد لوحدها في الحديقة، وبيجي لها هاملت وبيبقى عاوز يقرب منها بس بتبعد عنه وما بيسيبهاش تمشي إلا لما توعده إنها ترقص معاه في الحفلة، وبياخد منها شريط أحمر كان على شعرها. وبيبقى ميليدوس واقف في الساحة بيتدرب على المبارزة، وبيفضل يبص على الملكة، ولما بيعدي هاملت من قدامه بيضايقه علشان يرضى يبارزه، وبيوافق هاملت اللي بنلاقيه بارع في استخدام السيف، وبيقدر إنه يوقع السيف من إيد عمه بسهولة. لكن ميليدوس ما بيقبلش الخسارة وبياخد السيف وبيهاجم هاملت من ظهره، وبيحاول هاملت يحمي نفسه، لكن المرة دي عمه بيوقعه على الأرض وبيحط السيف على رقبته وبيفضل يستقل بيه. وبيركع ميليدوس قدام الملكة وبتلبسه الشال بتاعها هدية علشان انتصر على ابنها، وبيشوفهم الملك من الشباك. وفي الليل بيبقوا عاملين حفلة تنكرية، وبتدخل أوفيليا وبيروح لها هاملت وبيرقص معاها، لكن سيلين بتحاول تخطفه منها فبتتضايق وبتسيب الحفلة وبتخرج. وبتفرح لما بيسيب هاملت الحفلة وبيروح وراها وبيقرب منها، وبتسيبه وبتمشي والابتسامة على وشها. وتاني يوم بتتصدم لما بتعرف إن هاملت كان بيضحك عليها وهيرجع يكمل دراسته، وبتسيبه وبتمشي. وبيمشي هاملت وراها وبيقول لها
لها ان ابوه مش هيوافق بعلاقتهم لانها في مستوى اقل منه، لكنها بتفضل متعلقه بيه وبتبص عليه من الشباك قبل ما يمشي. وكالعاده لما بتقعد مع الملكه بالليل بتطلب منها تروح للساحره اللي في الغابه وتاخد منها العلاج، وبتقول لها ما تبصش في وشها علشان ما يحصلهاش حاجه، وده بيبقى سر ما بينهم. وبالفعل بتروح اوفيليا لبيت الساحره وبتدخل تدور عليها ومش بتلاقيها، وفجاه بتشوفها واقفه وراها وبتطلب اوفيليا منها العلاج، وبتبدا الساحره تجهزه. وبتلف اوفيليا في المكان وبتحط ايديها على سم بيخلي ايديها تتخدر، وبتاخده منها الساحره وبتبص لها في عينيها ومش بيحصل لها حاجه زي ما قالت لها الملكه. وبتبقى اوفيليا عايزه تتعلم السحر لكن الساحره بترفض، وبتاخد اوفيليا العلاج وبتحضره للملكه، لكنها بتسمعها داخله على الاوضه فبتستخبى. وبتسمع الملكه وهي بتتخانق مع جوزها لانه فاهم اللي بيحصل بينها وبين اخوه، ومش مهتم لانه مش عاوز يوقع المملكه، وبيرميها في الارض وبيخرج. وبتتضايق الملكه وبتتخفى وبتخرج تتسحب وبتمشي وراها اوفيليا لحد ما بتطلع لسور القصر، وبتشوف شخص مخيف واقف قدامها وبتتخض، لكن بيجي لها الحارس وبتقول له على الشخص اللي شافته بس بيكون مش موجود، وبيفكرها الحارس انها بتتخيل. وفي اليوم اللي بعده بتبقى اوفيليا قاعده مع اخوها اللي بيعرفها ان في ناس كتير بيسرقوا جثث من المقابر وبيعملوا بيها السحر الاسود، لكن بيقاطعهم صوت الحرس وبيطلعوا يشوفوا فيه ايه، وبنعرف ان الملك عضه تعبان سام وموته. وبتبقى الملكه مش قادره تسيطر على اعصابهم وبتفضل تعيط على الارض، وبيجهزوا الحراس جنازه الملك. وبتبقى عارفه اوفيليا ان من مصلحه هاملت انه ما يرجعش دلوقتي، وده لانه تاني يوم على طول ميلودوس هيتجوز الملكه وهيبقى ملك للبلاد، وده وقت كفايه علشان يعرف هاملت خبر موت ابوه ويرجع على القصر يشوف امه بتتجوز. وبيفقد اعصابه من حزنه على موت ابوه ولان عمه سرق الحكم منه، لكن من جبروت ميلودوس بيخليه يركع قدامه زي بقيه الخدم، وبياخد الملكه وبيقعدوا على العرش. ومن الوقت ده بنلاقي الحرس بتوع ميلودوس بقى ليهم مكانه وبيعتدوا على واحده من الخادمات من غير ما حد يقرب لهم، بس بتيجي اوفيليا تدافع عنها، وقبل ما حد يقرب لها بنلاقي هاملت جاي وبيرفع سيفه عليهم، لكن هي بتاخده وبتمشي، وبيفضل يتاسف لها وبيقول لها انها وحشته، وبيطلب منها تنسى انه خذلها. ولما بتسيبه وبتروح لاوضه الملكه بيروح وراها وبيديلها الشريط الاحمر اللي خده منها علشان يثبت لها انه منسيهاش. وبعدها بتروح تودع اخوها علشان مسافر انجلترا يكمل دراسته، وبيقول لها تاخد بالها من نفسها وما تامنش لحد. وبيدخل ابوها وبيسلم على ابنه قبل ما يمشي، وبعد ما بيخرج اخوها بيقول لها الاب انه عرف اللي حصل بينها وبين هاملت، وبتعترف له انه بيحبها وبتسيبه وبتمشي. وبتبقى معديه من قدام المكتبه وبينادي عليها هيرشي وبيقول لها ان هاملت بيحبها وعاوز يقابلها عند سور القصر بالليل، ورغم انها في البدايه ما بتبقاش موافقه لكنها بتروح له في الاخر وبيعترف لها بحبه، لكن بيسمعوا صوت حد من الحراس فبيستخبوا لحد ما يعدي. وبيطلب هاملت انه يعرف اسرار الملكه منها، لكنها بترفض تخون الملكه وبتدافع عن سمعتها. وفي وقت الفجر بتروح اوفيليا لبيت الساحره، لكنها بتشوف الشخص المخيف اللي كان فوق سور القصر خارج من عند الساحره، فبتستخبى ورا شجره ومش بتطلع صوت لحد ما بيمشي على الرغم من وجود تعبان جنب رجليها. وبعدين بتدخل علشان تاخد العلاج من الساحره، وبتلاقيها متضايقه علشان الملكه بتاخد كل اللي هي عاوزاه، وبتقول لاوفيليا انهم هيستغلوا طيبتها وهيدمروها ويرموها في النار زي ما كان الملك عاوز يعمل فيها، لانه وهي عندها 19 سنه ضحك عليها واحد وحملت منه وسابها وهرب. ولما مات الطفل في بطنها الملك فكر ان ده عمل شيطاني منها وبعت رجالته علشان يخلصوا عليها، لكنها خدت من السم اللي خضر ايد اوفيليا وده بيخليها تبان كانها ميته. وسابوها الحراس لما لقوها مرميه على الارض، وفاقت بعدها وخدت علاج، ومن ساعتها وهي ما خرجتش من البيت بتاعها. وبترجع اوفيليا على القصر وبتسمع هاملت بينادي عليها، وبتروح له وبتعترف له انها بتحبه، اما هو فبيطلب منها الجواز وهياخدها ويهربوا من المملكه. وبيصدق هاملت في كلمته وبياخدها تاني يوم للكاهن وبيجوزهم وبيديلها الخاتم بتاعه وبتعلقه في رقبتها. وفي اليوم التالي بتصحى اوفيليا من النوم بدري ومش بتلاقي هاملت جنبها، وبتقوم تصحي الملكه، ولكن فجاه بتترعب اوفيليا لما بتشوف ميلودوس لابس نفس اللبس بتاع الشخص المخيف، فبتعرف ان هو اللي كان عند الساحره، وبتاخد منه الهدوم وبتروح تعلقها، وبتلاقي في الجيب بتاعه السم اللي خده من الساحره وبتخبيه معاها. وبيبقى ميلودوس شاكك فيها وبيروح وراها وبيفضل يلمح لها انه عارف اللي بينها وبين هاملت، ولما بتنكر بيطلع السلسله اللي على رقبتها وبيشوف الخاتم بتاع هاملت. وبيبقى ميلودوس عاوز يخلص على هاملت قبل ما حقيقته تتكشف، وبيبعت له اوفيليا تعرفه ان هو اللي خلص على ابوه، وبيقف من بعيد يسمعهم، لكن اوفيليا بتروح على هاملت وبتقول له فعلا الحقيقه بس عاوزاه ياخدها ويهربوا علشان يبعدوا عن صراعات الحكم زي ما وعدها. اما هاملت فالدم بيجري في عروقه لما بيعرف خيانه عمه وانه عمل كده علشان يسرق منه العرش، وبيطلب منها انها تروح الدير علشان محدش يأذيها. وبيبقى
وبيبقى ميليدوس فاهم اللي هي عملته علشان تحمي هاملت، وبيقول لأبوها إنه هيجوزها لواحد من الحرس. وفي الليل بيدخل هاملت للحفلة وبياخد أوفيليا من أبوها، وبيفضلوا يمثلوا قصة خيانة عمه لأبوه بأسماء شخصيات تانية، وبيعملوا عرض مرئي بيوصف اللي حصل. لكن ميليدوس بيتعصب وبيحكم على الممثلين بالإعدام، وبيطلع هاملت سيفه علشان يموت عمه، لكن أوفيليا بتقف في طريقه علشان ما يتعدمش. وبتبقى الملكة شايفة كل اللي حصل وبتجري ورا أوفيليا وبتلومها علشان خلت هاملت يحبها، لكن أوفيليا بتقول لها إنها بتحبه ومش هتتخلى عنه، فبتطردها الملكة من القصر. وبترجع أوفيليا لأوضتها وبيبقى أبوها وراها، وبيقول لها إنه هيتحايل على الملكة علشان تسيبها قاعدة في القصر وبيخرج. وفي الليل بيفتح هيرشي الباب على أوفيليا وبيقول لها إن أبوها مات، وبياخدها على أوضة الملكة، وبتلاقي الحراس واخدين هاملت ومتهمينه في موت أبوها. وبتدخل أوفيليا وبتشوف جثة أبوها على الأرض، وبتقول لها الملكة إن هاملت كان داخل يموت عمه، لكن موت أبوها بالغلط علشان فاكره هو. وبياخدوا الجثة يدفنوها، وبيواسيها هيرشي اللي بيعرفها إن هاملت ما موتش أبوها. ودي حركة من ميليدوس علشان يخلص منه، لأنه بعت له على إنجلترا علشان يحميه، وبيعرف أخو أوفيليا اللي حصل، وبيبقى الانتقام في عينيه وجاي علشان يخلص على هاملت. وبتقول له الملكة إنه موته بالغلط لكنه ما بيقتنعش. وفي نفس اليوم بتبقى سيلين بتجهز أوفيليا للجواز من حارس ميليدوس، وبتقول لها إن الحراس اللي راحوا يأمنوا هاملت خلصوا عليه. وبتفضل أوفيليا تضرب فيها، وبعد موت أبوها وحبيبها ما بتلاقيش سبب تعيش علشانه، وبتطلع تقف على سور القصر وعاوزة تنهي حياتها، لكن بيلحقها هيرشي وبيقول لها إن هاملت لسه عايش، وبتنزل معاه علشان يروحوا ينقذوه، بس بيوقفهم الحارس اللي هيتجوزها. وبتفضل أوفيليا مستخبية لحد ما بياخدوا هيرشي وبيمشي، وبتنزل تتسحب علشان تهرب لأن ميليدوس منع أي حد يدخل أو يخرج من المملكة. وبتتفاجئ أوفيليا بميليدوس ماشي وراها، وبيلحقها وبيهددها إنه هيخلص عليها، لكن صدمته بتبقى أكبر لما بيلاقيها اكتشفت عنه إنه يبقى الراجل اللي ضحك على الساحرة وسابها بعد ما حملت منه، وبيطلع سلاحه علشان يدفن سره معاها. لكن الحارس بتاعه بيشوفهم وبيقول له إنه هيخلص عليها بنفسه لما يتجوزوا، فبيدخلهم ميليدوس زنزانة وبيقفل عليهم، وبيدخل الحارس يعتدي عليها، لكن هي بتقدر تضربه في بطنه وبتوقعه على الأرض وبتهرب من الزنزانة. وبتشوف ميليدوس والحاشية بتاعته ومعاهم هيرشي وأخوها قاعدين مع بعض بعد ما ضحك على أخوها، وبتدخل عليهم وبتفضل تعمل حركات غريبة، وبتقدم الورد للملكة وبترمي باقي الورد في وش ميليدوس اللي بيأمر الحراس إنهم يمسكوها، لكن الملكة بتخليهم يسيبوها تمشي. فبيبعت ميليدوس الحراس وراها وبيفضلوا يجروا وراها في الغابة، ومعاهم الملكة لحد ما بتبعد عنهم وبتشرب السم وبترمي نفسها في البحيرة، وبيفكروها ماتت وبيسيبوها وبيرجعوا. وبنلاقيها في تابوت وبيفتح لها هيرشي الباب، وبتفوق وبيروحوا علشان ينقذوا هاملت، بس بيلاقوا أعداء للمملكة بتاعتهم ماشيين وبيستخبوا. وبتقول أوفيليا لهيرشي يروح على القصر وهي هتنقذ هاملت لوحدها، وبعد ما بيمشي بتروح للساحرة اللي بتديها العلاج علشان ما تموتش، وبتكشف للساحرة إن ميليدوس ضحك عليها زمان واستغلها دلوقتي علشان ياخد العرش. وبتتعب أوفيليا تاني وبتاخدها الساحرة وبتنيمها على السرير، وبعدين بتروح لحراس في الغابة وبتطلب مساعدتهم. ولما بتفوق أوفيليا بتلاقي الملكة قدامها وبتعترف لها إن الساحرة تبقى أختها، وبتعرف كمان إن هاملت هرب ورجع على القصر، وإن ميليدوس استغل الفرصة وهيعمل مبارزة حتى الموت بين أخوها وهاملت. وبتخطط أوفيليا علشان تعرف تدخل للقصر، وبتخلي الملكة تقصلها شعرها، وبتقدر فعلا تدخل من غير ما حد ياخد باله. وبتروح لهاملت قبل ما يبارز أخوها وبتطلب منه إنهم يهربوا، لكنه بيصمم على رأيه. فبتسبقه أوفيليا على الدير اللي هيروح لها عنده، وبيبدأ هو المبارزة مع أخوها، وبيجرح أخوها هاملت في دراعه وبيرد له هاملت الجرح. ولأن السيوف بتاعتهم مسمومة بفعل ميليدوس بيموتوا الاتنين. ولما بتشوف الملكة ابنها مرمي على الأرض بتاخد سيفه وبتخلص على ميليدوس. في الوقت ده بتفتح الساحرة الباب وبتهجم على القصر، ومعاها جيش كبير وبيخلصوا على كل الحراس، وبتشرب الملكة السم وبتنهي حياتها بنفسها. وبتبقى أوفيليا الناجية الوحيدة بعد موت كل اللي في القصر، وبتعيش حياة جديدة في الدير مع الراهبات، وبتكمل حياتها مع بنتها. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.